ذاكرتيش ليه؟ والله يا محمود يا اخويا اصل ايه مالك؟ وفين العيال؟ عملوا ايه في امتحان الفترة؟ سقطوا. ليه؟ ما بيذاكروش؟ لا ليه؟ اصل ابوهم بيألف اغاني دلوقتي ومحرمهم يذاكروا. وازاي تسكتي على كده؟ ازاي توافقي على الكلام ده؟ يا محمود يا اخويا، ما هي لازم الزوجة مننا تساعد جوزها، تقف جنبه تشجعه؟ وانت متأكدة ان جوزك هيعرف يألف اغاني صحيح؟ طبعا يا محمود. وهو فين جوزك؟ جوه في المكتب بيألف. اخش له اشوف المؤلف ده يطلع مؤلف ولا يطلع ايه. ادخل. اهلا يا سي محمود، مع الف سلامه بقى. نعم مع السلامة ده ايه؟ اصل مش فاضي، بألف يا محمود. طب ما تسمعنا. اصلها لسه ما كملتش. نسمع اللي انت عملته. نسمع اللي انت عملته. مفيش مانع، دي اغنيه يا محمود بقى هتهز الدنيا، هتعمل ازعرينا. امل محمد. ايوه يا ماما. تعالى يا محمد، تعالوا اسمعوا تأليف وتلحين ابوكم منعم رامي بليغ الموج السنباطي. والنبي سمعنا يا بابا. السكوت خلينا نسمع. ها قول يلا. قولوا للمطرية ما تنساش حبيبي نفسه ياكل ملوخياشي. قولوا لعين الشمس، قولوا للمطرية ما تنساش حبيبي نفسه ياكل ملوخياشي. ايه رأيكم بقى؟ رأيي؟ وريني الورقة دي اهي. هات اهي. ولاد نعم يا ماما. ابتدوا ذاكروا وزعقوا زي ما انتوا عايزين، والورقة دي هتتقطع خالص. بس كده اهو. ولاد خوخ، ايه اللي عملتوه ده؟ ولا كلمة، ما قعدنا شهر عشان كلمتين فارغين. اخصى عليكم، انتوا اللي ما تستاهلوش النعمة. انا راضية بحكم الناس، والناس حكمها على العين والراس. واللي على راسه فتحة فيها واوا، لما يخف نجيب له مساسة حلاوة. اللي على راسه. كتب هذه الحلقة عبد المنعم مدبولي. لقاؤنا غدا إن شاء الله. حسين أبو المكارم.